الإعلامي والمحلل السياسي عمرو أديب يحلل خطاب سمو الأمير. خلونا نشوف نقطة نقطة ونتوقف الخطاب بتاع سمو الأمير تميم أمير دولة قطر. أنا مش واقف قدام إنه سمو الأمير قعد شهرين على ما كلم شعبه، أنا مش واقف عند الحكاية دي، يعني عادي جدا، يعني يكلموا، يعني في أزمة والحاجات دي، الراجل قعد شهرين على ما كلمه، أنا مش واقف عند الحكاية دي. وأنا مش واقف عند إنه اللي كتب له الخطاب مواطن غير قطري، اللي كتب له الخطاب عزمي بشارة، أنا مش واقف عند الحكاية دي، مش واقف عند إنه عزمي بشارة هو اللي كتب له الخطاب. مثل ما شفنا الأستاذ عمرو أديب تطرق لنقطتين، النقطة الأولى إن سمو الأمير قعد شهرين لما رد على الأزمة. طيب يا أستاذ، يا إعلامي، يا محترم، سمو الأمير رجل سياسي وترك الأمر للوزراء اللي تحته يتخذون في القرار ويرجعون له. الحصار قام بناء على شروط ومتطلبات، انتظرنا المتطلبات وردينا عليها مع الوسيط اللي هو دولة الكويت العزيزة. طيب وبناء عليه وزراء الداخلية الخارجية تموا يتواصلون مع بعض ويحلون الأزمة، وصار في زيارات من عدة دول. السؤال اللي يطرح نفسه، هل أنت شفت الملك سلمان يتكلم عن الموضوع؟ هل أنت شفت الشيخ خليفة مال الإمارات يتكلم عن الموضوع؟ هل أنت شفت الملك حمد مال البحرين يتكلم عن الموضوع؟ ما في غير رئيسكم هو الوحيد اللي طلع وكان يتكلم عن هذا الموضوع، وهمش دور وزير خارجيتكم اللي ما شفناه غير في المؤتمر الصحفي، ويا ليتنا ما شفنا المؤتمر. الثانية والأهم أن أنت تقول الكتاب هذا اكتبه عزمي بشارة. أنت محسسني يا عمرو أن أنت عايش معانا، وأن أنت لك مكتب في الديوان الأميري، وأنت اللي توقع على مين يدخل على سمو الأمير ومين يطلع على سمو الأمير. أنا مش عارف أنت من وين تجيب هذا الكلام. وأنا مش واقف عند إن الخطاب متمنتج ومتقصقص ومعمول، قعدوا يعملوا فيه 5-6 أيام، أنا مش واقف، يعني أنا موضوع إن هو يخطب خطاب من أول، يعني ده أنا مش واقف عنده. وأنا مش واقف عند إنه كان بيقرأ من شاشة أو حاطط سماعة في ودنه. أنا ده كل ده مش واقف عنده، هو يحط سماعة في ودنه، يقرأ من شاشة، يعمل اللي هو عايزه. هذا الأمر ما يخصك، إنه إنه ممنتج مش ممنتج، إنه هو يقرأ من أوتو كيو أو من شاشة. يا إعلامي يا محترم، اسمها أوتو كيو، والرؤساء أوباما وغيره يقرون من أوتو كيو طول عمرهم أو من الشاشة اللي أنت تقول عنها. وإذا هو مسجل وممنتج، ليش يحط سماعة اللي أنتم تسمونها في الإعلام إيربيس؟ ليش يحط سماعة؟ ما هو اوريدي مسجل وممنتج، يعني لو هو وقف على كلمة ولا يبي يعيدها يقدر يوقف التصوير، فما يحتاج لسماعة. انت من وين جبت السماعة؟ وانا مش واقف عند ان هو قال انه احنا مرينا بظروف صعبة وهم بيقولوا انه قطر لم تمر باي ظروف صعبة، يعني انا مش واقف عند ان هو كل الشيء اللي كان بيصدره العالم والحصار وبتاع قال لك قطر زي الفل وقفنا على رجلينا وكل، انا مش واقف عند ده. ادي النيل، رجعنا على مش واقف هنا يا حبيبي، وين انت بتوقف بالضبط؟ طيب اوكي انزين، خلينا نتكلم. ولا تدري انا مو بتكلم، بحط لك جزء من خطاب سمو الامير يرد على كلامك، لان انت تنقي كلام وتحوره وتقوله حق الناس. لا أريد أن أقلل من حجم الألم والمعاناة الذي سببه الحصار، وآمل أن ينقضي هذا الأسلوب في التعامل بين الأشقاء وحل الخلافات بالحوار والتفاوض، فقد أساء هذا الأسلوب لجميع دول مجلس التعاون وصورتها في العالم. وقد آن الأوان لوقف تحميل الشعوب ثمن الخلافات السياسية بين الحكومات. لقد عرفت منطقتنا العربية أسلوب الانتقام والعقاب الجماعي لمواطني الدولة الأخرى في حالة الاختلاف مع حكوماتها، وقد نجحنا في تجنبه هنا في الخليج حتى الآن. ولكن الدول التي طالبت القطريين بمغادرتها وفصلت بين أبناء العائلة الواحدة وطلبت من مواطنيها التخلي عن أعمالهم وعائلاتهم ومغادرة دولة قطر أبت إلا أن تستخدم هذا الأسلوب، وهو لا يتناقض مع القانون الدولي فحسب، بل يمس بمواطنيهم وبالقيم وإعراف التعامل بين الناس. وتعرفون جميعا أننا لم نرد بالمثل، وأننا أتحنا لمواطني الدول الأخرى أن يتخذوا بأنفسهم القرار
بالبقاء في قطر أو المغادرة، كل حسب ظروفه وإرادته. إن أي حل لهذه الأزمة في المستقبل يجب أن يشمل ترتيبات تضمن عدم العودة إلى هذا الأسلوب الانتقامي في التعامل مع المواطنين الأبرياء عند حدوث خلاف سياسي بين الحكومات. ورغم المرارة التي أحدثتها هذه الخطوات، فإن الحكمة السائرة الأكثر انتشارا في المجتمع القطري هذه الأيام هي رب ضارة نافعة، والتي تتوافق مع الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لقد دفعت هذه الأزمة المجتمع القطري ليس فقط إلى استكشاف قيمه الإنسانية كما بينت، إنما أيضا إلى استكشاف مكامن قوته في وحدته وإرادته وعزيمته. وكما ترون من النجاعة التي عالجت فيها الحكومة بوزاراتها المختلفة ومؤسسات الدولة الأخرى الأزمة بتوفير كافة احتياجات السكان، بحيث لم يشعروا بالفرق في حياتهم اليومية، فإن نفس هذه الكفاءات التقنية والإدارية والسياسية والإعلامية التي تعاملت مع الأوضاع بروية وعقلانية وتصميم قادرة على تشييد صرح استقلالنا الاقتصادي وحماية أمننا الوطني وتعزيز علاقاتنا الثنائية مع الدول في هذا العالم. وأنا مش واقف عند إنه شكر تركيا بالاسم إنها فعلت الاتفاق وبعتت له قوات. أنا مش واقف عند ده. وهو طبعا الخطاب كله عن السيادة، وراجل بيشكر دولة إنها بعتت له قوات على أرضه. أنا مش واقف عند ده. يعني شفتوا؟ ياخذ أي نص الكلام، ياخذ كلمة. سمو الأمير شكر الكل، شكر الكويت، أمريكا، ألمانيا، روسيا، شكر الكل، ما خذ غير تركيا. ما أدري شو مسويت لك تركيا. خلونا نشوف الخطاب ونظف اذنك يا عمرو، نظف اذنك واسمعنا. أخواتي والأخوة، نحن نثمن عاليا جهود الوساطة التي يقوم بها أخي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والتي دعمتها قطر منذ البداية. وهذه فرصة أن أعبر عن شكري مرة أخرى لما قام ويقوم به، ونأمل أن تكلل جهوده المباركة بالنجاح. كما نقدر المساندة الأمريكية لهذه الوساطة، وكذلك المواقف البناءة لكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوروبا عموما وروسيا. ولا يفوتني أن أشيد بالدور الهام الذي لعبته تركيا في إقرارها السريع لاتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقع بينها والمباشرة في تنفيذها، وأن أشكرها على استجابتها الفورية لتلبية احتياجات السوق القطرية. كما أشكر كل من فتح لنا أجواءه ومياهه الإقليمية حين أغلقها. في هذا الموقف التاريخي لم يذكر بكلمة الجيش القطري. أنا مش واقف عند أن هذا الرجل في خطاب هام زي ده لم يذكر بكلمة الجيش القطري. جيش قطر يا سمو الأمير، يعني أنت في أزمة زي دي يجب أن تحيي الجيش القطري، تذكر الجيش القطري. أنا مش واقف عند ده. ليش يذكر الجيش القطري؟ هل الجيش القطري شارك في أي شغلة في هذا الحصار؟ اللي شارك في هذا الحصار إذا أنت ما تعرف وزارة الخارجية، حقوق الإنسان، النيابة العامة، لأن هذا الحصار انتهاكات. يا أخي اصحى يا أخي، بسك كذب على الناس، بسك كذب ونفاق. طيب أوكي، خلونا نكمل للآخر ونشوف أستاذ عمرو وين بيودينا. وانا مش واقف عند انه هو في اخر الخطاب راح مدينا سطرين انه متضامن مع القدس وهو ما عملش اي حاجه، والنهارده هم مستضيفين في قناه الجزيره الان المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي على الهواء. انا مش واقف عند ده، يعني انا الموضوع ده مش واقف. على الاقل اميرنا وين ما يروح يذكر غزه ويذكر القدس، واعلامنا يتكلم عن شهداء القدس كشهداء، مو مثلكم يسمونهم قتلة، ومو مثلكم ما تكلمتوا عن أي شيء في عز الأزمة ورايحين تفتتحون كلية حربية وتستعرضون جيشكم والقدس تحت الحصار. يا رجل والله العظيم عيب عليكم، عيب.
الكلام اللي انت قاعد تقوله عيب. وانا مش واقف عند ان هو قال ان احنا اتربينا واحنا صغيرين ان الوشايه اشد من القتل. عارفين زي ما احنا كنا بنقول واحنا صغيرين كده ان الفتنه اشد من القتل. مش واقف عند ده، ومش واقف عند ان انت كنت بتشي بينا بعد 30 يونيو للعالم كله، ورحت كلمت العالم كله ان هم يقطعوا عننا السلاح والاكل والشرب، ورحت ضربتنا خوازيق عند العالم كله في اوروبا وامريكا. مش واقف عند ده. احنا تربينا ان الوشايه حرام وان الفتنه اشد من القتل. احنا تربينا. اذا انت ما تربيت على هذا الامر هاي شيء راجع لك. وشغله ثانيه، اذا انت تقول 30 يوليو 30 يوليو انتم سويتوا مظاهرات على حكومه منتخبه وحطيتوا رئيس غير منتخب، وهذا ضد الدستور المصري. ليش ما تكلمت على هذا الجانب؟ وبحط لك فيديو يا عمرو انت بلسانك وانت تمدح قطر في 2016 وتمدح الحكومه القطريه وعلى راسها الشيخ تميم 2016، يعني بعد 30 يوليو. هذا شو يسمونه؟ نفاق. نفاق. طبعا انتوا عارفين اغنى بلد في العالم، اغنى بلد في العالم هي قطر. ربنا يعني يزيدهم ويبارك لهم. بصراحه الاقتصاد القطري اقتصاد قوي، واللي قايمين على، انا دايما اقول ليا ولا عليا، واللي قايمين على الاقتصاد القطري ناس بتفهم. والصندوق السيادي القطري شاري العالم. يعني تمشي في باريس، تمشي في لندن، في شوارع في لندن وباريس ونوادي بتاعت قطر، يعني مملوكه لقطر. وقطر مسيطره على الراي العام الاوروبي والامريكي بشكل غير طبيعي. وقناه الجزيره كانت عامله الجزيره امريكا وقفلوها لما فشل، يعني وقدره اعلاميه غير طبيعيه. وقناه الجزيره هي قناه اعلاميا امكانياتها غير طبيعيه، وقناه احترافيه. شوفوا بقى قد ايه وكل اللي انت عايزه. بس برضه ما بفهمش ليه مصر؟ ايه مشكلتك مع مصر؟ انا مش فاهم. ومش واقف عند انه الخطاب كان 16 دقيقه، ومش واقف عند الصوره اللي هو حاططها وراه، ومش واقف عند اي ولا البادي. وفي ناس عملت تحليل للبادي لانجوج بتاعه، حركه الجسد، وهو يقصد ايه ويتكلم. كل ده انا مش واقف عنده. شوفوا بقى قد ايه، يعني كل ده مش واقف عنده. 20 30 مش واقف عنده. انا واقف عند حاجه واحده بس. خطاب 16 دقيقه قاعد يخاطب شعبه. يا اخي انت ليش زعلان؟ خليه يتكلم ساعه. يا ما تتكلمون ساعات واحنا انت تقعد 28 دقيقه تقعد تهلل وتزغرط وتسوي، ما حد يقول لك شيء. بعدين الشغله الثانيه، حاط صوره المؤسس وراه. اذا انت ما عندك مؤسس، احنا عندنا مؤسس لدولتنا، فهو حاط صوره المؤسس وراه اذا انت ما تعرفه. وبعدين بادي لانجوج ايه؟ واضح ان سمو الامير تعمد انه يحط يده على الطاوله عشان ما يحركها، عشان انت واشكالك ما تقول بادي لانجوج. شفت شلون ان انت ما تسمع وما تشوف؟ انا مش فاهم. ومش واقف عند انه الخطاب كان 16 دقيقه، ومش واقف عند الصوره اللي هو حاططها وراه، ومش واقف عند اي ولا البادي. وفي ناس عملت تحليل للبادي لانجوج بتاعه، حركه الجسد، وهو يقصد ايه ويتكلم. كل ده انا مش واقف عنده. شوفوا بقى قد ايه، يعني كل ده مش واقف عنده. 20 30 مش واقف عنده. انا واقف عند حاجه واحده بس. خطاب 16 دقيقه قاعد يخاطب شعبه. يا اخي انت ليش زعلان؟ خليه يتكلم ساعه. يا ما تتكلمون ساعات واحنا انت تقعد 28 دقيقه تقعد تهلل وتزغرط وتسوي، ما حد يقول لك شيء. بعدين الشغله الثانيه، حاط صوره المؤسس وراه. اذا انت ما عندك مؤسس، احنا عندنا مؤسس لدولتنا، فهو حاط صوره المؤسس وراه اذا انت ما تعرفه. وبعدين بادي لانجوج ايه؟ واضح ان سمو الامير تعمد انه يحط يده على الطاوله عشان ما يحركها، عشان انت واشكالك ما تقول بادي لانجوج. شفت شلون ان انت ما تسمع وما تشوف؟ بس فيش غيرها. ان هذا الرجل رسالته واضحه جدا جدا جدا. نحن خرجنا من التحالف وخرجنا من مجلس التعاون الخليجي ولن نعود. ايه اللي مش واضح في كده؟ هذا الرجل بيقول لنا انا باي. طب باي باي
ليه ما حدش جات له الرساله دي بشكل واضح؟ ده راجل بيقول لك انا رايح اعمل تحالف مع ايران ومع تركيا واسرائيل. باشا انا ما بحبش اكتر من الوضوح، ما فيش اوضح من كده. الراجل بيقول لنا انا مش قاعد، هو بيقول ان هو دولة ثورة الاعلام، هو دولة الحريات، هو دولة الكرامة، نحن لا نليق به. والله هذه احسن شغلة قلتها من اول، على قولتكم الهري اللي انت قاعد تهري. سمو الامير واضح، والشعب القطري واضح، والسياسة القطرية واضحة. عاجبك انت وغيرك واللي اكبر منك، عاجبك مو بعاجبك ما تتكلم عنها، ارتاح شوي ولا تتكلم عنها. احنا واضحين، احنا ناس عندنا رؤية، عندنا توجه. لو ما سمعت عنها، في رؤية اسمها 2030 ولها 4 ركائز، اقرا عنها وصدقني بتستفيد. ويمكن تسوي لك انت رؤية في مصر ويصير عمرو اديب صاحب الرؤية، ممكن، بس ما اظن، بس ممكن.